سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. دعوة لتعزيز أنشطة المتابعة الجارية للمحاصيل الحقلية. عمل منسق للسيطرة على مرض السل في شمال البحر الأحمر. وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط تتلقى دعما عينيا. إصابات قياسية لكورونا في فرنسا وبريطانيا. أكثر من 800 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات في جنوب السودان. والولايات المتحدة ستدعم اليونان في مواجهة تركيا. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت دعوة للمزارعين في مديرية قلوج لمتابعة المحاصيل الحقلية التي بلغت مرحلة مبشرة ومكافحتها من الآفات الزراعية والجراد الصحراوي حتى جمع المحصول. وأوضح الخبراء والمدراء بأن المديرية شهدت هذا العام زراعة مساحة شاسعة أوسع من المساحة المزروعة العام الماضي، وقد بلغت مرحلة جيدة بفضل الخريف الماطر. من جهته قال مدير مديرية قلوج السيد دسيزر مريم إن القلق من الجراد الصحراوي لا زال قائما نتيجة لوجوده في الأقاليم والدول المجاورة، داعيا كافة المزارعين للقيام بضرورة متابعة مزارعهم دون توقف والإبلاغ الفوري في حال مشاهدتهم لظواهر مقلقة. وأشار مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد قبرهيود بياني إلى إقامة نقطة في المديرية لمكافحة غزو الجراد وتوفير أدوات لازمة وتقديم دورات تدريبية للمزارعين وأعضاء قوات الدفاع، مؤكدا عدم وجود أي ظاهرة مقلقة حتى الآن. في غضون ذلك قال خبير تنمية المحاصيل في مديرية مندفرة السيد تولد نقوسي إن الأمطار التي هطلت بانتشار واسع رغم تأخرها ساعدت على زراعة 13 ألف هكتار وبلغت مرحلة مبشرة. أوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد برخت تسفى سلاسي بأن المواشي توجد في وضع جيد بفضل الخريف الطيب وتوفر العلف الحيواني بكميات كافية واخضرار المراعي والمحميات وحجز السدود والحفائر لمياه كافية. وذكر المزارعون بأن الأنشطة الجارية لحفظ المياه وحماية التربة والتسميد وتنظيف الحشائش تسهم كثيرا في تحقيق نتائج عالية، مشيدين بالدعم الذي تقدمه لهم وزارة الزراعة. في الختام قال كل من مدير مديرية مندفرة السيد هزقياس وهبت ومسؤول التنمية الاقتصادية سيد مأكلي تسفى ميكائيل على المزارعين ضرورة متابعة مزارعهم حتى جمع الحصاد والإبلاغ الفوري للجهات المعنية. يقوم مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر بأعمال منسقة للسيطرة على الأمراض المعدية خاصة مرض السل. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة مرض السل السيد بلاي هبته لوكالة الأنباء الإريترية إن مرض السل هو مرض قاتل ينتقل عبر التنفس، لكن يمكن الشفاء منه بسهولة في حين أجريت له معالجة لازمة ومتابعة جادة، مشيرا إلى تنظيم حملات توعية وسمينارات مكثفة لتعزيز وعي وإدراك المواطنين فيما يتعلق بالمرض. وذكر السيد بلاي بأن مرض السل يظهر في مديريات أفعبد وقندع ومصوع، موضحا بأن 90 من وكلاء الصحة الريفية الطوعيين الناشطين في كافة أرجاء الإقليم، وكذلك آلات الفحوصات المختبرية المنتشرة في 11 مؤسسة صحية ساهمت ولا زالت تسهم بفعالية لمتابعة المرض والسيطرة عليه. وأشار السيد بلاي إلى إجراء فحوصات للمرضى الذين تأقلموا مع الأدوية نتيجة لعدم تناول الدواء بانتظام عبر أجهزة فحص وكشف حديثة تتوفر في مستشفيات مصوع وقندع وأفعبت، فيما يتم إرسال المرضى الذين يحتاجون العلاج في مستشفيات أكثر تطورا إلى مستشفى مرحان المركزي بالإقليم الأوسط. وتوضح مستندات مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر شفاء ما بين 90 إلى 93% من المواطنين المصابين بمرض السل بعد حصولهم على الرعاية الصحية.
تسلمت وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط دعما عينيا ما قيمته 64 ألف نقفة تبرع به المواطنون المحسنون ووزع على المحتاجين الذين ترعاهم الوحدة. وبموجب ذلك تبرع مواطن محسن يقيم في بريطانيا ب400 بطانية تقدر قيمتها ب40 ألف نقفة، ومقيمان في العاصمة أسمرة تبرعا أيضا بملابس قيمتها 19 ألف نقفة. كما تبرع مواطنان مقيمان في أمريكا بأدوات نظافة ما يعادل قيمتها 5000 نقفة. وأوضح مسؤول وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط السيد كفلوم تكيئ لوكالة الأنباء الإريترية إن الدعم المقدم من المحسنين لمساعدة المحتاجين له معنى عميق وترابط روحي إضافة إلى إسهاماته المادية. يقوم سكان ضواحي ماريت واندلال وباقلة ولابة ومدينة نقفة بتنظيم أنشطة نفير جماعية لتوسعة وصيانة طريق ترابي بطول 75 كيلومترا يؤدي إلى مناطقهم. وذكر مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس بأن البرنامج الجاري بالتعاون بين الإدارة والمواطنين مواصلة للبرامج التنموية الأهلية مشيدا بالمشاركة الجماهيرية الفعالة. وأوضح المشاركون في العمل الجماعي بأن العمل استمر حتى الآن 3 أشهر، وقد حققت أنشطتهم الجارية بشكل يومي نتائج جيدة، مؤكدين مواصلتها حتى إكمال المهام بنجاح. كما أفادت المعلومات الواردة بأن سكان مدينة نقفة قاموا بصيانة طريق ترابي آخر بطول 55 كيلومترا يؤدي إلى منطقة أدوبحة. فاصل أيها السيدات والسادة ونواصل الأخبار. سجلت فرنسا 16,096 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع في البلاد، وفقا للبيانات الصادرة عن مديرية الصحة العامة الفرنسية. وقالت مديرية الصحة إنه بينما تم الإعلان عن إجراءات احتواء جديدة توفي 52 مريضا بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في المستشفى. وسجلت بريطانيا أيضا رقما قياسيا للإصابات خلال يوم واحد برصيد 6632 إصابة بالإضافة إلى 40 حالة وفاة. وعاد كلا البلدين فرض إجراءات للحد من انتشار الفيروس، حيث أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إغلاق الحانات والمطاعم بكافة أنحاء البلاد مع إغلاق المتاجر التي تعجز عن تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة. وتبعت فرنسا نفس النهج بالنسبة لتوقيتات إغلاق الحانات والمطاعم في 11 مدينة منها العاصمة باريس، كما أمرت بإغلاق تام للحانات والمطاعم في مدينة مارسيليا وجزيرة غواديلوب مع حصر التجمعات على 10 أشخاص على حد أكثر. ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي للموجة الثانية من تفشي الفيروس. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إن قرابة 830 ألف شخص تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة في جنوب السودان. بالإضافة إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي تجتاح السودان المجاورة منذ منتصف يوليو تسببت بدمار 166 ألف منزل كليا أو جزئيا. وناشد السودان المجتمع الدولي منتصف سبتمبر لتقديم مزيد من المساعدات للتعامل مع تداعيات الوضع التي أجبرت الخرطوم على إعلان حالة الطوارئ. وقالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تزيد من مخاطر المرض وتعيق جهود احتواء وباء فيروس كورونا المستجد في كلا البلدين. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل إلى اليونان في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة، كما أعلنت وزارته. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 من سبتمبر والثاني من أكتوبر، وستشمل كذلك كل من إيطاليا وكرواتيا.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه خلال وجوده في اليونان سيشدد بومبيو على التزام واشنطن وأثينا على تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط. وكان بومبيو زار قبل أسبوعين قبرص، حيث حض تركيا على وقف الأنشطة التي تثير توترا في شرق البحر المتوسط، داعيا جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسية. ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة. تمكن فأر من تنظيف 141 ألف متر مربع من الألغام في كمبوديا، ليساهم بذلك في تقليص خطر إصابة أو وفاة كثيرين يعيشون بالقرب من المكان. وتقديرا لجهوده وتفانيه في عمله، منح الفأر ماغوا الذي يوصف بالشجاعة ميدالية ذهبية وفق ما أوردت سكاي نيوز. وماغوا جرذ إفريقي متخصص في الكشف عن الألغام الأرضية، وقد تمكن من اكتشاف 39 منها، فضلا عن 28 قطعة من الذخائر غير المتفجرة في كمبوديا. ومنحت الجائزة للفأر منحته مؤسسة BSDA المعنية بشؤون الحيوانات. وقالت المسؤولة في المؤسسة إيمي ديكن إن الفأر وماغوا سيستمتع بعطلة نهاية الأسبوع قبل أن يعود إلى أداء واجباته من أجل إنقاذ حياة الناس. وكانت مؤسسة ABOBO قد دربت ماغوا على اكتشاف الألغام الأرضية، ولفتت الجائزة الأنظار إلى معاناة عدد من سكان كمبوديا من الألغام الأرضية التي لا تزال تقتل وتصيب العديد منهم. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.